يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفابونك. التجاري وفابونك فيكم واثقون. السلام عليكم مستمعي ميد راديو فين ما كنتوا، مرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج صوت المقاول. البرنامج اللي موجه لكل واحد عنده مقاولة صغيرة أو صغيرة جدا وباغي يطورها أو عنده فكرة لتأسيس مشروعه الخاص. صوت المقاول إذن كيواصل الاستماع لكل تساؤلاتكم بهذا الخصوص. وقبل ذلك يسعدني نرحب بالخبير والمستشار في دار المقاول أكادير هشام الناصري. سي هشام، مرحبا بك معنا في ميد راديو. مرحبا سي جواد، السلام عليكم وشكرا جزيلا على الاستضافه، ومرحبا مستمعينا الكرام. مرحبا بك. اذا نمشيو على بركه نستقبلوا اول مكالمه معنا في حلقه اليوم. نقولوا الو، السلام عليكم. عليكم السلام سي جواد. مرحبا لاله، الاسم واش من مدينه كتهضري معنا؟ معك سيدي اكرام من مدينه تازه. مرحبا باكرام ومرحبا بالناس ديال تازه. تفضلي اكرام، شنو كديري؟ مقاوله عاد كتفكري ديري مقاوله او مشروع؟ هاد الساعه كنفكر ندير شي مشروع صغير، ولكن ما عنديش شي فكره واضحه، وبغيت نسولكم كيفاش ممكن تعاونوني. مرحبا. اذا عندك طموح انك ديري مقاوله وكتسولي كيفاش يعني تكون هذه الفكره ديال المقاوله توضح لك بالنسبه لك بشكل جيد. تماما سي جواد، هذا الشيء اللي انا علاش اتصلت على قبل هذا الشيء، لان باش دير مقاوله شويه خص يكون عندك بزاف ديال الافكار اللي كتكون شويه مشوشه عندك، ما واضحاش. نعم اكيد. مع الخبير اللي متواجد معنا ان شاء الله غادي يكون الجواب ان شاء الله على كل هذه التساؤلات ديالك. بقي معنا اكرام من تازه، غادي نجاوبك ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم السي جواد، بارك الله فيك، وصراحه كتفيدونا بزاف بحال هاد البرامج. مرحبا مرحبا الاخت اكرام. كيف ما سمعتي سي هشام، كانت معنا اكرام من تازه اللي كتفكر دير مشروع صغير بحال مجموعه ديال الناس اللي عندهم افكار في راسهم مبرسطينهم، بغي يديروا مشروع ولا عندهم فكره ديال المشروع ولكن ما عندهمش افكار واضحه. طيب هنا السؤال ديال اكرام، كتسائل كيفاش تساعدوها او نساعدوها في انها دير الفكره او الفكره ديال المشروع توضح عندها. باش نجاوب على السؤال ديال الاكرام، ومشكور على السؤال ديالها، نبغي نشير لان الفكره ديال المشروع فهي اول مرحله من مراحل خلق المقاوله، وهي بالتالي اهم مرحله، حيث من الفكره ديال المشروع تبدا كل شيء. اذا كيفاش نقدروا نجيبوا فكره ديال المشروع سي هشام؟ نقدروا نجيبوا الفكره ديال المشروع من الوسط المهني، اي من خلال التجربه ديالنا في العمل يمكننا نكتشفوا منتجات او خدمات ممكن نقدموها، او من الوسط الاقتصادي، اي من خلال الاطلاع على المجلات المحليه الدوليه روبورتات في التلفاز. اخيرا من الوسط المعيشي اليومي ديالنا من خلال المعاينه ديال المحيط ككل، تقدر تبان لنا بعض احتياجات المنتجات اللي ناقصه، وبالتالي نقدروا نسوقوها فيما يخص المصدر ديال الفكره. وماذا عن الفكره ديال المشروع، يعني كيفاش كتكون؟ بالنسبه للفكره ديال المشروع فبصفه عامه كاينين 4 ديال الانواع. اول نوع تكون فكره جديده، يعني ما كايناش في السوق. ثاني نوع فكره مقلده، يعني كاينه في السوق قبل، وهنا تتعلق امر بواحد السوق اللي تعرف واحد الانتعاش وفيه بزاف ديال الفرص اللي نقدروا نستغلوا. نعم. ثالثا الامتياز التجاري، تكون نطلع فرونسي لا فرانشيز، يعني انني كناخذ من عند مانح الامتياز العلامات التجاريه ديالو، المنتجات ديالو، طبيعه الحال بواحد مقابل مادي. واخيرا وليس اخيرا استئناف نشاط المقاوله، يعني كناخذ واحد المقاوله ديجا موجوده في السوق، والهدف ديالي انني نستغل داك الفوند كوميرس ديالها، والهدف ديالي انني ننميه ونكبرو بطبيعه الحال على المدى المتوسط ولا بعيد. نعم. وباش نلقاو فكره المشروع خاصنا نتبعوا بعض المراحل العلميه اللي هي صراحه متعارف عليها في وسط المقاولات. اشنا هي هذه المراحل؟ اولا من خلال المهارات المهنيه ديالي والفرص المتاحه في السوق، كنحدد مجالات انشطه بما يصطلح عليه باللغه الفرنسيه لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك اللي نقدر نخدم فيها. ثانيا اختيار افكار المشاريع الموجوده في كل نشاط، وهنا نقدر نستعن بالبحث عبر الانترنت، اقتراحات الزبناء. ثالثا كنشوفوا مدى امكانيه تحقيق كل فكره، وهنا كنقارنوا بين الكفاءات والموارد اللازمه المتوفره. واخيرا
اختيار فكرة المشروع الأكثر تناسقا مع الرؤية ديالي. هذا فيما يخص مراحل إيجاد الفكرة، ومن بعد لازم ندير واحد التقييم واقعي لهذه الفكرة. وهذه المرحلة هذه فهي لا تقل أهمية على المراحل الأخرى اللي شفناها ولا اللي غادي نطرقوا لها من بعد. وفي هذه المرحلة هذه فخصنا نطرحوا مجموعة ديال الأسئلة. طيب شنو هاد الأسئلة هذه اللي نقدروا نطرحوها؟ من جملة هذه الأسئلة هذه وأسئلة مهمة بزاف، واش كنتقن الفكرة ديالي ونقدر نلخصها في جملة واحدة، أي بمعنى أنني تكون الفكرة واضحة في العقل ديالي ونكون قادر نكتبها في سطر واحد، تكون كلاغينات. ثاني سؤال، واش نقدر نشرحها مزيان، يعني نكون قادر نوضحها للناس ويفهموها بكل سهولة. سؤال آخر، واش الفكرة قابلة للتحقيق، أي يمكن لي نصوبها بالإمكانيات ديالي، تقنية كانت أم مالية. واش الفكرة كاينة في السوق أولا، وهنا كنهضر على واش الفكرة جديدة ولا قديمة، وشنو هما المقومات ديالها. نعم. واش الناس اللي صحت لهم الفكرة ديالي فهموها وكيفاش جاتهم من خلال دراسة السوق، ونسول الناس على الرأي ديالهم. واش الفكرة ديالي كتجاوب على شي احتياج بالضبط وشنو هو، وهنا كنهضروا على الفكرة الناجحة هي اللي كتجاوب على احتياجات الكيان وخا ما يكونوش بانيين. شكون هما هاد الزبناء ديالي المستقبليين من خلال الاستراتيجية ديالي، شنو هما نقاط القوة ونقاط الضعف ديال هاد الفكرة، كونسا باش نقدر نستغل هاد النقاط ديال القوة في البيع ديالي، وفي نفس الوقت نحاول نصلح نقاط الضعف. وفي الأخير لازم يكون هناك واحد التناسق بين الفكرة وحامل المشروع، أي توافق بين المشروع الاقتصادي والمشروع الشخصي. بمعنى آخر يكون عندي الشخصية والمؤهلات والكفاءات باش ننجح الفكرة، وتكون هذه الفكرة غادي تمكنني من تحقيق الأهداف الشخصية ديالي. طيب يعني تبارك الله عليك، مجموعة ديال النصائح ومجموعة ديال الخطوات عملية باش نبلور واحد الفكرة ديال المشروع وتكون واضحة عندي في الدماغ ديالي. شكرا لك سي نصير على كل هاد النصائح هذه. باقي شي إضافة أخيرة قبل ما نختموا؟ النصيحة اللي غادي نعطيك لالا إكرام والجميع حملات المشاريع هي التوجه إلى أقرب مركز دار المقاول للاستفادة من خدمات خاصة ومجانية للمواكبة. ويمكن لكل مقاول زيارة المنصة الرقمية ديالنا www.daralmuqawil.com اللي فيها مجموعة من المعلومات والفيديوهات والدروس والنصائح. فدار المقاول حاضرة أيضا في الفيسبوك عبر صفحة أنا معك، وأيضا في اليوتيوب عبر قناة دار المقاول. فمستشارين المقاول غيبقاو ديما راه الإشارة ديالكم، وشكرا ومرحبا بالجميع. شكرا لك سي هشام ناصر ذكر الخبير في دار المقاول، أقدر على كل هذه النصائح، وإلى فرصة مقبلة بحول الله. شكرا، بارك الله فيك. إذن مستمعنا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج صوت المقاول. إلى عندكم فكرة أو عندكم مشروع ما تردوش، فأكيد هذه الفكرة اللي كتكون صغيرة في البداية أكيد بالدراسة ديالها وبأنني ندرسها بواحد الشكل جيد، فأكيد غادي تبلور الفكرة ديال المشروع اللي غيكون ناجح إن شاء الله في المستقبل. لا تترددوا، أنتم مقاولين بالفطرة. دوزوا بخير. يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفابونك. التجاري وفابونك، فيكم واثقون.